نهار 2 في شهر 4 عام 2014 في واحد الحي راقي بمدينة مراكش، الساكنة بداو كيشموا واحد الريحة غريبة وكريهة بزاف. في الأول كلشي كان كيظن أنها غير ريحة عادية وغدوز، ولكن المشكلة هي أن هاد الريحة كانت كل نهار كتزيد تجهد أكثر من النهار اللي قبل منه، لدرجة أن الجيران ما بقاوش قادرين يتحملوا ولاو سادين شراجمهم ومخنوقين في ديورهم. هادشي خلاهم يتصلوا بالشرطة ويقدموا شكاية، حيت الشك بدا كيدخلهم باللي شي حاجة ماشي طبيعية واقعة في ديك الفيلا اللي مسدودة. رجال الأمن تفاعلوا بسرعة مع البلاغ وجاو لعين المكان. ملي قربوا من الفيلا تأكدوا فعلا أن الريحة ريحة ديال الموت. خداو إذن من النيابة العامة باش يقتحموا الدار، حيت حد ما كان كيجاوب. غير تفرع الباب ودخلوا تصدموا بواحد المنظر مروع، منظر كيشيب الراس. لقاو جثة ديال الراجل في الأربعينات من عمره ملوح فوق واحد الفوطوي، والجثة كانت بدات كتحلل بشكل كبير، وهادشي اللي كان مسبب ديك الريحة الخانقة. من خلال المعاينة الأولية تبين أن الضحية تعرض لعملية قتل وحشية، كان فيه طعنات كثيرة في الظهر ديالو وطعنة غائرة في جهة العنق، يعني القاتل كان باغي يصفيه وما يخلي ليه حتى فرصة للنجاة. والأكثر من هذا لقاو فوق الطبلة قرعة ديال الشراب وكيسان، والضحية كان شبه عاري. هادشي كيعني أنه كان في جلسة خمرية وكان مرتاح وما متوقعش الغدر. الغريب في الأمر هو أن الفيلا ما كان فيها حتى أثر ديال الكسر أو الاقتحام، البيبان مسدودين بالساروت والشراجم مسدودين، يعني اللي دار هاد الجريمة دخل بريدة الضحية وكان كيعرفو مزيان وخرج وسد الباب مراه بكل برودة دم. الضحية تم التعرف عليه، سميتو ربيع، تاجر معروف كيبيع ويشري في السلعات الشينوا، ساكن في الدار البيضاء. السؤال اللي طرحوه المحققين: أشنو جاب ربيع لمراكش وشكون هاد الناس اللي كان ساهر معاهم؟ البوليس رفعوا البصمات من الكيسان ومن مسرح الجريمة، وهنا كانت المفاجأة اللي غتقلب مسار التحقيق. المختبر الجنائي لقى بصمات ديال 2 بنات، وحدة سميتها رانيا والثانية سميتها ابتسام. باش نفهموا القصة وكيفاش وصلوا هاد البنات لهاد الطريق خاصنا نرجعوا للور سنين طويلة ونحكيو مأساة واحد السيدة سميتها سميحة. سميحة كانت بنت درويشة من نواحي كازا، كبرات في الفقر وقلت الشي. ملي دارت 18 عام خرجت تخدم على راسها في الديور، ومن بعد ولات سربية في القهاوي. في هاد الفترة تعرفت على واحد الشاب سميتو وليد. وليد كان ممثل بارع، لعب عليها دور العاشق الوهان وقال لها أنا مطلق وبغيت الحلال. سميحة اللي كانت محتاجة للأمان والاستقرار تيقاتو وعطات ليه كل ما كتملك. دوزت معاه 4 سنين ديال الحب والوعود الكاذبة. الصدمة الكبيرة كانت نهار سميحة لقات راسها حاملة، فرحات ومشات تجري عند وليد تبشرو وقالت لي هذه هي الفرصة باش نتزوجوا ونديروا الدار. لكن ردة الفعل ديالو كانت صارمة. وليد تبدل 180 درجة وقال لها بصريح العبارة: أنا مزوج وعندي ولادي وما مستعدش نخرب داري على قبلك، سيري طيحي داكشي اللي في كرشك وبعدي مني. سميحة وزلت عليها الكلمات بحال الصاعقة، لقات راسها بوحديتها، عائلتها جراو عليها وتبراو منها حيت جابت لهم العار والمجتمع ما كيرحمش. سميحة قررت تحتفظ بالجنين وولدت بنية سميتها ابتسام، لكن للأسف الظروف كانت أقوى منها. باش توكل بنتها وتخلص الكرة لقات راسها كتدخل في عالم الدعارة والفساد. كبرت ابتسام وهي كتشوف امها كتدخل وتخرج مع الرجال، وكبرت معاها عقدة نفسية وحقد دفين. ابتسام ما كانتش كتحمل الوضع اللي هي فيه، كانت كتلوم امها كل نهار على الشوهة اللي عايشين فيها، وكانت كتحس بالنقص قدام البنات صحاباتها. المشكل زاد كبر ملي ابتسام دارت 20 عام، مشات قلبات على باها الحقيقي وليد باش يواجهه بمسؤوليته ويعترف به. لكن وليد طردها من قدام دارو وقال لها انت ماشي بنتي، سيري عند امك توريك شكون باك الحقيقي. هذا الرفض القاسي زرع في قلب ابتسام كره كبير لكل شيء، ولات مستعده دير اي حاجه بالحلال ولا بالحرام باش تهرب من المغرب وتمشي لاوروبا. كان كيسحب ليها ان الخارج هو الجنه اللي غتنسيها في عذابها. وهنا غيدخل عنصر جديد في القصه اللي هي رانيا. رانيا كانت صديقه ديال ابتسام، ولكن كانت صديقه سوء بامتياز. رانيا كانت كتعرف التاجر ربيع اللي يتقتل وكانت كتمشي معاه وتخرج معاه. رانيا كانت عارفه باللي ربيع كيهز معاه فلوس صحيحه كاش ملي كيجي يدوز العطله في مراكش. البنات بجوج، ابتسام ورانيا، تلاقاو والشيطان ثالثهم. رانيا اقترحت الخطه: علاش ما نمشيوش عنده لمراكش نضحكوا عليه وفي اللحظه المناسبه نصفيوها ليه ويديو رزقه، وبداك الفلوس نحركوا لاسبانيا ونعيشوا حياتنا. ابتسام اللي كان عقلها مغيب بالحلم ديال الهجره وافقات بلا تردد. نهار الجريمه ركبوا البنات ومشاو لمراكش، استقبلهم ربيع في الفيلا ديالو وهو ما عارفش باللي دخل الموت لدارو بيديه. بداو القصره، الموسيقى والشراب، والبنات كيعمروا ليه الكاس باش يغيبوه. خطوا باللي رانيا غتبقى تلهيه وابتسام هي اللي غتنفذ. وفعلا ملي ربيع فقد التوازن ديالو وسكر مزيان، ناضت ابتسام هزات سكين وبكل وحشيه وغدر وجهد ليه الطعنه الاولى في الظهر. ربيع حاول يقاوم ولكن الجهد كان خانو، كملت عليه ب5 طعنات اخرين حتى طاح جثه هامده غارق في دمه. بكل بروده
البنات خلاو جوتها ومشاو كيقلبوا الدار، لقاو مبلغ مالي قدروا 6 مليون سنتيم. هزوا الفلوس ومسحوا شي بصمات وسدوا الباب وهربوا. الوجهه ديالهم كانت مدينه العيون، تما كان كيتسناهم واحد الحراق اللي اتفقوا معاه يقطع بهم البحر لجزر الكناري. ولكن العداله الالهيه كتبان في الوقت المناسب. داك الحراق اللي عطاو ليه فلوس الدم، فلوس السرقه والقتل، طلع مجرد نصاب، خدا ليهم الملايين واختفى، خلاهم مرميين في العيون بلا فلوس وبلا امل. وفي هذا الوقت البوليس كانوا حددوا الهويه ديالهم وعموا مذكره بحث وطنيه. ما دازتش بزاف ديال الوقت حتى طاحت رانيا في يد الامن في العيون، ومن بعدها جابوا ابتسام. في التحقيق حاولوا ينكروا في الاول، ولكن ملي واجهوهم المحققين بتطابق البصمات والادله نهاروا واعترفوا بكل التفاصيل المرعبه. اعترفوا باللي الطمع وحلم الهجره هو اللي عمى لهم البصيره وخلاهم يرتكبوا جريمه بشعه في حق انسان كان كيثيق فيهم. المحكمه كانت صارمه جدا في الحكم. رانيا وابتسام اللي كانوا كيحلموا بالحريه في اوروبا تحكم عليهم بالسجن المؤبد. ضاع شبابهم وراء القضبان وضاعت احلامهم وبقات غير الحسره والندم. اما سميحه الام المكلومه بقات كتحمل وزر التربيه والظروف القاسيه اللي وصلت بنتها لهذه النهايه المأساويه. هذه كانت قصه واقعيه كتبين لنا كيفاش طريق الحرام والانحراف عمره ما كيوصل شي نتيجه زوينه، وكيفاش لحظه طمع واحده تقدر تدمر حياه بزاف ديال الناس، الضحيه اللي مات مغدور والجنات اللي دفنوا شبابهم في الحبس. نتمنى تكونوا استفدتوا من العبره اللي في هذه القصه.